بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مراجعة ليلة الامتحان هندسة تانية إعدادي الترم الأول. إن شاء الله المراجعة بتاعتنا عبارة عن 4 امتحانات متوقعة، مش هيخرج عنهم الامتحان نهائي بإذن الله. هنحل ال4 امتحانات. ال4 امتحانات فيهم كام سؤال مقالي؟ فيهم يعني كل سؤال فيه كام؟ كل سؤال فيه 6، يبقى 4 في 6 ب24 سؤال مقالي. تمام؟ في شويه اسئله مقالي بقى، الباقيين بقى هتذاكر، يعني احنا مش هنحلهم هنا، هتذاكرهم منين؟ من ملزمه المراجعه النهائيه. خلاص، يعني طبعا مش هنقول كل اسئله المقال، يعني هسيب لك شويه هتلاقيهم فين في ملزمه المراجعه ايه النهائيه. حضراتكم مش هتجاوبوا، انا اللي هشرح وانا اللي هجاوب. حضرتك عندك اي سؤال هترفع ايدك. تمام تمام، دي اخر حصه في مراجعه الهندسه يعتبر. تمام طيب، المهم يلا نبدا. اللي ما دخلش بقى يبقى ايه، يسمعها مسجله، والناس اللي تسمعها مسجله طبعا لو هي بتسمع الفيديو وحاجه وقفت قدامها يبقى ايه، يبقى تبعت لي. تمام طيب، يلا نبدأ كده بأول امتحان، ولازم تركز. الامتحان بتاعك عبارة عن اختياري أكمل. السؤال الثالث ألف وباء مقالي، السؤال الرابع ألف وباء مقالي، السؤال الخامس ألف وباء إيه مقالي. هنبدأ كده بالاختياري. طبعا الاختياري يا بابا أنت بتكتب إجابة السؤال الأول، الناس اللي بتمتحن حضوري بتكتب إجابة السؤال الأول، وبتكتب 1 2 3 4 5 6 مثلا، وبتيجي على قسم الصفحة كده وبتكتب هامش كده بتجرب فيه. تمام، المهم طبعا هو في الاختياري بتكتب الإجابة بس، مش عاوز التفاصيل يعني أو الخطوات في الاختياري والأكمل. طيب كفاية كلام، يلا نبدأ. بني مثلث متساوي الساقين، قياس إحدى زاويتي قاعدته 70 درجة، فإن قياس زاوية رأسه يا حبيبي بيقول لك هو مثلث متساوي الساقين، إحدى زاويتي قاعدته ب70. يعني أنا عندي أهو مثلث حلو متساوي الساقين، جميل. إحدى زاويتي قاعدة دي اسمها زوايا القاعدة، دي اسمها زوايا إيه؟ زاويتي القاعدة دول دي كده. إحدى زاويتي قاعدته ب70، عاوز زاوية رأسه. طب ما طالما احدى زاويتي قاعدته ب 70 يبقى الزاويه الثانيه 70، ليه؟ علشان هو متساوي الساقين. طيب مش المثلث كله 180؟ يبقى انا عشان اجيب الزاويه الثالثه اللي فيها علامه استفهام دي هقول ايه؟ هقول له 180 ناقص 70 زائد 70 هتساوي كام؟ 40 درجه. يبقى الزاويه دي بكام؟ ب 40. يبقى مثلث متساوي الساقين احدى زاويتي قاعدته 70، ده سؤال جاي لك في الامتحان. تمام، يعني في زاويه من زوايا القاعده ب 70، طب ما الزاويه الثانيه قدها، لان زاويات القاعده في المثلث المتساوي الساقين متطابقتان، علشان لو جات لك برضه. فدي 70 و70 يبقى 140، 140 ناقص 100 معلش، دي 70 و70 140، ف 180 ناقص 140 كام؟ 40 درجه. يبقى زاويه راسه بكام؟ ب 40 درجه. حلو قوي يا مستر. كمان سؤال يا مستر. عدد متوسطات المثلث القائم الزاويه 3. خلي بالك هنا، عدد متوسطات اي مثلث 3. ركز، عدد متوسطات اي مثلث 3 بلا نقاش. طب عدد المحاور بقى اللي بتختلف. عدد محاور المثلث المتساوي الاضلاع 3. طب عدد محاور المثلث المتساوي الساقين 1. طب عدد محاور المثلث المختلف الاضلاع 0. وكل ده برضو موجود في الملزمه عندك. خلاص تمام طيب، اللي بعده. ألف باء ج مثلث فيه ألف باء ب6 سم وباء ج ب7 سم. ألف ج ينتمي، يعني الضلع الثالث، احنا اتفقنا إن الضلع الثالث بينتمي لإيه؟ الضلع الثالث بينتمي لإيه؟ للطرح والجمع. الضلع الثالث بينتمي للطرح، يعني الفرق بين الضلعين ومجموع الضلعين مفتوحين. يبقى الضلع الثالث اللي هو ده. تمام، الناس اللي عماله تفتح فيديو بالغلط في إيه؟ يبقى الضلع الثالث يا جماعة ده لما يديني ضلعين ويقول لي الضلع الثالث ينتمي لايه؟ للطرح والجمع، يعني الطرح دول يبقى 1. حلو. طب جمع دول يبقى 13. حلو. يبقى من 1 ل 13 فين هنا؟ اهي. خلاص، يبقى الضلع الثالث يا بابا بينتمي لي فترة مفتوحة من هنا ومن هنا، الفرق بين الضلعين 7 ناقص 6 1، ومجموع الضلعين 13. خلاص يا مستر، معلش انا مش فاهمها قوي، معلش هقول لك. مثلا عندك مثلث ألف باء ج فيه ضلعين 3 و4 مثلا، 3 و5. انا عاوز الضلع الثالث ينتمي ليه. الضلع الثالث بينتمي ليه الطرح، يعني 5 ناقص 3 2، والمجموع 7 بس. يبقى الضلع الثالث بينتمي للطرح والمجموع. فهمنا؟ تمام طيب، يبقى هنا 1 و13. الزاوية التي قياسها 50 تتمم. تتمم يا حبيبي يعني اطرح من 90. تتمم يعني اطرح من 90. لو قال لك تكمل اطرح من 180. حلو، الناس المفروض تكتب معايا الملاحظات دي.
لو قال تتمم اطرح من 90، لو قال تكمل اطرح من 180. فانا اقول له 90 ناقص 50 هتساوي كام؟ 40 درجه. لو قال لك المنعكسه بتاع الاعدادي اطرح من 300 وايه و60. طيب مثلث متساوي الساقين، طول اضلاعين فيه 8 سم و4 سم، فإن طول الضلع الثالث. احنا اتفقنا ان الضلع الثالث بينتمي، ركز معايا، احنا اتفقنا ان الضلع الثالث بينتمي ليه فرق بين الضلعين 4 ومجموع الضلعين 12. كده الضلع الثالث ما بين 4 و12، ما بين 4 و12، يبقى انا مش هاخد 3 ومش هاخد 4. ده اولا. حلو، لان الاربعه مفتوحه مش معايا. كده الضلع الثالث ما بين 4 وما بين 12. هو قال لك ومش هاخد 12 مش فاضل غير الثمانية. شفت؟ حاجه تافهه. المستر ما ممكن يجيب لي بقى 6؟ ما هتنفع، ايوه تنفع، بس هو قال لك ايه؟ قال لك مثلث متساوي الساقين. يبقى انت كده اتحصرت بين حاجتين، الضلع الثالث ده يا 8 يا 4، بلا نقاش، لانه متساوي الساقين. الضلع الثالث يا 8 يا 4. طب انا اختار انهي؟ ما نختارش 4 ليه؟ لان انت لو اخترت 4 المفروض ان اي ضلعين في مثلث اكبر من الضلع الثالث. فانت لو اخترت 4 لما تيجي تجمع 4 دي مع 4 دي مش هيطلع اكبر من الثمانيه، فغلط، ما ينفعش. فانا هختار الضلع الكبير. يبقى انت اول ما تجيلك كده في الامتحان، خلاصه الكلام، اول ما تجيلك كده في الامتحان اختار الضلع الكبير. قال لك مثلث متساوي الساقين فيها ضلعين مثلا 7 و3، فهنا الضلع الثالث اختار 7. طب 7 و4 7، 8 و9 اختار 9 على طول. بس لازم اقول لك متساوي الساقين. تمام. طيب اللي بعده، عدد محاور مثلا المثلث متساوي الاضلاع قلناها كام؟ 3. ده كده السؤال الاول بالتمام والكمال. اللي عنده اي سؤال يرفع ايده. اي سؤال في اي حته يرفع ايده. تمام. طيب تعالى نكمل. نخلي بالنا امتحانك ان شاء الله باذن الله مش هيخرج بره الكلام ده. طيب بيقول لي اذا كانت قياس زاويه س ب 120 فان قياس زاويه س المنعكسه، انا قلت أهو المنعكسه، اطرح من 360، ما انا لسه قايلها. يبقى 360 ناقص 120 بتساوي 240 درجه. تمام. طيب نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كلها بنسبة 1 إلى 2 من جهة القاعدة. طالما 1 إلى 2 من جهة القاعدة، مش لازم 1 إلى 2 يعني مستر، ممكن تيجي حاجة تانية، ده يلعب في الامتحان. ممكن تيجي بقى 2 إلى 4، ممكن تيجي 3 إلى 6، ممكن تيجي 4 إلى 8، ممكن تيجي 5 إلى 10. كل ده ينفع. يبقى من جهة القاعدة 1 إلى 2، الأولى نص الثانية. لو من جهة الرأس اعكس، لو من جهة الرأس إيه؟ اعكس، ما تتوهش في الامتحان. طيب المثلث المتساوي الساقين الذي قياس احدى زواياه 60 يكون، دي حاجه معروفه، مثلث متساوي الساقين قياس احدى زواياه 60 يبقى الزاويتين التانيين ب 60، يبقى اصبح متساوي الاضلاع. دي حاجه معروفه وجالك في الامتحان. اصبح متساوي الاضلاع. يبقى مثلث متساوي الساقين اللي قياس احدى زواياه 60 يبقى اصبح مثلث ايه؟ متساوي الاضلاع. تحفظها كده، حاجه معروفه. اطول اضلاع المثلث القائم هو الوتر. اطول اضلاع المثلث القائم هو الوتر، لان اصلا المثلث القائم اكبر زاويه فيه 90. فاحنا اتفقنا ان ان الزاويه الكبيره قصاد الضلع الكبير. طب اكبر ضلع اللي هو اللي قصاد ال 90 الوتر بس. فهمنا؟ فاطول اضلاع المثلث القائم هو مين؟ هو الوتر. اذا تقاطع مستقيمان فان كل زاويتين متقابلتين بالراس تكونان متساويتان في القياس. دي بتاعت ايه؟ بتاعت اولى اعدادي. متساويتان في القياس، تراكمي يعني. وانت هتلاقي عندك برضه في الملزمه في شويه تراكم كده في الاخر. يبقى اذا تقاطع مستقيمان فان كل زاويتين متقابلتان بالراس يكونان متساويتان في ايه؟ في القياس. ده كده السؤال الاول والثاني. في اي مشكله؟ تمام. طيب تعال ندخل بقى على المقرر. كده انت في الامتحان قاعد كده، دخلت انت على السؤال الثالث، بتكتب اجابه السؤال الثالث الف. طبعا بتحل بقى بالخطوات. السؤال ده جه لناس كتير النهارده في الامتحانات. فالمهم يلا هنا في شيء لازم تقرا معطيات كويس جدا وتبص على رسمه كويس جدا. بيقول لي في شكل مقابل ا ب ج مثلث قائم في باء. ا ب ج مثلث قائم في باء، يعني الباء ب 90، ا ج ب 12 سم، وقياس زاويه ج ب 30 درجه، ده المنتصف ا ج. اوجد محيط المثلث ا ب د. عاوز محيط المثلث ده. ما هو انت عاوز محيط المثلث يبقى انت لازم تعرف الثلاث اضلاع بكام، يعني كل ضلع. صح صح. طيب اولا باء ده متوسط عشان الدال في النص، فباء ده المتوسط خارج من راس القايمه، فالباء ده نص الوتر، يعني نص الالف جيم. فباء ده كده نص الالف جيم يبقى 6 سم. حلو. والف باء ده الف باء ده الف باء ده ضلع مقابل للزاويه 30 في المثلث القائم، يبقى نص الوتر يبقى 6. والدال في النص يبقى الحته دي قد الحته دي، يبقى دي 6 ودي 6. جبنا دول كلهم ستات او رجاله يعني زي ما يطلع. خلاص. المهم يبقى المحيط تجمع الاضلاع كلها يبقى كام؟ 18.
انا بقى عاوز اكتبها برهان. بنكتبها برهان ازاي؟ الناس ما بتعرفش تكتب برهان. ركز معايا ايها البطيخ. هتقول بما ان قياس زاويه باء 90 درجه، اللي هي دي. حلو. وباء دال متوسط، وباء دال متوسط، يبقى اذا الباء دال نص الالف دي. بس كده. اذا باء دال بتساوي نص الف جيم، هتساوي 6 سم. خلاص كده جبنا الباء دال بكام؟ ب 6 سم. اكتب عليه بالقلم الرصاص كده في الامتحان، بس طبعا حل هنا بالجاف يعني. شايف ده؟ في زاويه 30، يبقى الضلع المقابل لل 30 برضو نص الوتر. بس اقول له كده بما ان قياس زاويه ج تساوي 30 درجه. طبعا احنا المفروض بتكتب قياس زاويه باء ب 90، خلاص احنا كتبناها فوق، ما تكتبهاش تاني. وقياس زاويه ج ب 30، خلاص يبقى الالف باء نص الالف ج. اذا الف باء بتساوي نص الف ج، هتساوي 6 سم. يبقى كده الالف باء نص الالف ج ب 6 سم. جميل. طب بما ان د منتصف الف ج، يعني الدال في النص، يبقى الالف دال قد الدال ج. يبقى اذا الف دال بتساوي دال ج بتساوي 6 سم. يبقى دي 6 دي 6 ودي 6. هتقول لي اذا محيط المثلث ألف باء دال بتساوي 6 زائد 6 زائد 6 تساوي 18 سنتيمتر، وهو المطلوب ايه؟ اثباته. نعم يا دكتور، اتفضل. نعم، اللي رفع ايده. مستر، هو احنا لما نقول باء ده المتوسط وعادل نقول بما ان ده المنتصف الف جيم، اذا باء ده المتوسط ولا مفيش لازم؟ اي مشكله، عادي. تمام. تمام. طيب ده السؤال ده جه للناس اللي النهارده في الامتحان، لازم. اعتقد انتوا فهمتوه. طبعا انت مش فاهم قول لي. انت اعتبر عندك امتحان بكره، والناس خلاص اللي عندها امتحان خلاص، مش محتاج اقول لها ركزي. ما تتكلمش اول لما ترفع ايدك. اللي عنده اي امتحان يقول لي. بتاع اي امتحان، اللي عنده اي سؤال يقول لي، اي سؤال يخطر على بالك. تمام. طيب على اللي بعده. السؤال ده برضه النهارده جه في الامتحان. ألف باء بيساوي ألف ج، ألف باء بيساوي ألف ج. المثلث د باء ج متساوي الأضلاع، ده متساوي الأضلاع. د باء ج المفروض ده الألف ج، مش مشكلة. ده الألف ج متساوي الأضلاع. قياس زاوية باء ألف ج ب 40 درجة. عاوز قياس زاوية باء ج د. عاوز معروف، سؤال سهل. أنت بتجيب دي الأول وبعدين بتجيب دي، أو بتجيب دي وبعدين بتجيب دي. المهم اللي يعجبني. أنا هقول في المثلث ده، يعني أشتغل هجيب دي، يبقى أشتغل في المثلث ده. يبقى أقول في المثلث ألف باء ج، اللي هو ده. بما أن ألف باء بتساوي ألف جيم، يعني ضلع قد الضلع. طالما عندك ضلعين قد بعض يبقى عندك زاويتين قد بعض، يبقى الزاوية دي قد الزاوية دي. يبقى قياس، تقول لي إذا قياس زاوية ألف باء جيم، ألف باء جيم بتساوي قياس زاوية ألف جيم باء، ألف جيم باء، هتساوي 180 ناقص 40 على الاتنين. هتساوي كام؟ 70 درجة. يبقى دي 70 ودي 70. ما تقولش لحد. خلاص. المثلث كله 180 اصلا. انت لما تشيل ال 40 يتفضل لك 140 على الاثنين تبقى 70. انا بقى بقول ايه؟ 180 ناقص 40 على الاثنين على طول، يبقى دي 70 ودي 70. المهم انا عاوز دي. جبتها في المثلث ده. بما ان المثلث الف ج د، او باء د ج، آه ج الف د قصدي، اسمه د الف ج، نادي النيل. ده الالف ج متساوي الاضلاع. بما ان المثلث ده متساوي الاضلاع يبقى كل زاويه فيه ب 60. حلو. حلو. اقول له اذا كل زاويه داخله تساوي 60 درجه. عاوز تكتبها اكتبها، مش عاوز خلاص. المهم يبقى اذا قياس زاويه الف ج د، الف ج د تساوي كام؟ 60 درجه. يبقى دي ب 60. خلاص. يبقى الزاويه دي كلها بقى ج د. هقول له اذا قياس زاويه باء ج د تساوي 70 زائد 60 تساوي 130 درجه. بس كده. في اي مشكله؟ خلاص تمام. يبقى المثلث ده متوسط ساقين. ده العدد ده يبقى زاويه دي زاويه 180 ناقص 100 ناقص 40 على الاثنين، يبقى كل واحده 70. المثلث ده متساوي الاضلاع، يبقى كل واحده 60، يبقى دي ب 60 درجه. يبقى دي كلها كام؟ 130 درجه. تمام. نعم يا دكتور، اتفضل رفع ايدك. مستر، مش المفروض في تبادل؟ تبادل ايه؟ وفي توازي اصلا؟
هو في توازي اصلا؟ يعني في توازي؟ عندك توازي كده؟ لا، مفيش توازي. التبادل ده لو في توازي. صح صح. تمام. طيب ده كان السؤال الثالث الف. تعال ندخل على السؤال الرابع. دي برضه جت النهارده، دي برضه جت النهارده. هنا بيقول لي قياس زاويه باء ب 90 درجه. السؤال الرابع الف، قياس زاويه باء ب 90 درجه. المقياس زاويه الف ج باء، الف ج باء ب 30 درجه، هاء واو منتصفه، مش حابب الاشتكالات دي. اثبت ان الف باء بيساوي هاء واو. عايز اثبت ان الف باء ده قد هاء واو ده. ازاي بقى؟ تعال نشوف. هي اثباتها سهل جدا 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 يا بابا. نعم. ماما. نعم. مين حبيب بابا؟ انا. المهم، شايف المثلث ده؟ بما ان قياس زاويه باء ب 90 والزاويه دي ب 30، يبقى الضلع المقابل لل 30 نص الوتر. يعني الف باء نص الف جيم. حلو. طب مش الهاء في النص والواو في النص؟ ايوه. وبعدين يبقى الهاء واو نص الف جيم. لما الهاء واو نص الف جيم والالف باء نص الف جيم، يبقى الف باء قد هاء واو. بس خلص. هي دي السهله. يبقى تقول ايه؟ في المثلث ألف باء جيم، بما أن قياس زاوية باء بتساوي 90 درجة، عشان بس الناس اللي عندها امتحان بكرة ما تزهقش، عشان تلحق تذاكر، وقياس زاوية ألف جيم باء بتساوي 30 درجة. حلو. يبقى المثلث ده في زاوية 90 وزاوية 30، يبقى الضلع المقابل لل 30 ده أهو نص الوتر ده أهو. أقول له إذا ألف باء بيساوي نص ألف جيم رقم واحد. حلو. في المثلث ألف دال جيم. في المثلث ألف دال جيم ده أهو منها منتصف ألف دال، بما أنها منتصف ألف دال. تمام. وهو منتصف دال جيم، وهو منتصف دال جيم. جميل يا مستر. يبقى الهاء في النص يا عم الحاج، والواو في النص يا حاجة يا ام محمد، ركزي معايا. الهاء في النص والواو في النص، يبقى الهاء واو نص الضلع اللي قصادها، نص الضلع التالت اللي قصادها، نص ألف جيم. يبقى إذا هاء واو بتساوي نص ألف جيم. خلاص. رقم اتنين. يعني أنت بالعقل كده، بالعقل الألف باء نص الألف جيم والهاء واو نص الألف جيم، هما الاتنين قد بعض. أقول له من واحد واتنين. إذا ألف باء بتساوي هاء واو واو هاو 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 هاو. مش هاو لحسن يعضك، لا هاو هاو. المهم دي كده ايه، وهو المطلوب اثباته. يبقى الالف باء نص الالف جيم عشان مقابل ال 30، والهاء في النص والواو في النص، يبقى هاء واو نص الف جيم. بس. يعني دي نص الف جيم ودي نص الف جيم، هما الاثنين قد بعض. فينش يا والاسف. تمام. خلاص. طيب تعالى نخش على اللي بعده. اي كلمه انت مش فاهمها قول لي عليها، علشان ممكن ما راجعش تاني معاك. حلو. حلو. الف باء بتساوي الف جيم وس ص بتوازي حب اشتكالات. اثبت ان المثلث اللي فوق ده متساوي. ده برضه معرضه انها تجي لك الامتحان لاي حد في اي محافظه عني، تيجي لك في الامتحان. سؤال سهل ولذيذ، امشي مع الخطوات كده. الف باء، انا عايز اثبت ان الف س ص متساوي. هي باينه يا مستر، مش الالف باء ده الف جيم. هستفيد حاجه، هو عاطيني معطى يبقى انا هستفيد منه بحاجه. بس هو عاطيني معطى يبقى انا هستفيد منه بحاجه. الف باء قد الف جيم، يبقى زاويه باء قد زاويه جيم. بس. طب ما عاطيني توازي يبقى انا هستفيد. طالما عاطيني توازي يبقى في زوايا، يبقى زاويه س قد باء وصاد قد جيم. خلاص. خلاص. ايه اللي خلاص؟ ايوه خلاص. مش الباء قد الجيم والسين قد الباء والصاد قد الجيم، يبقى السين قد الصاد، يبقى المثلث ده متساوي الساقين. خلصت. صح. صح ولا لسه؟ صح يا مستر. هنحل بقى ازاي؟ تقول في المثلث الف باء ج، بما ان الف باء بيساوي الف ج، اذا قياس زاويه باء بتساوي قياس زاويه ج رقم واحد. حلو. بما ان س ص بيوازي الباء ج، ده بيوازي ده، يبقى الزاويه دي دي بالتناظر. إذا قياس زاوية ألف س ص ثلاث حروف بتساوي قياس زاوية باء. طالما جنبها زوايا بقولها بثلاث حروف طبعا بالتناظر. وإذا قياس زاوية ألف ص س، ألف ص س بتساوي قياس زاوية ج رقم ثلاثة، برضه بالتناظر. يبقى دي قد دي بالتناظر ودي قد دي بالتناظر. طب ما أصلا يعني السين قد الباء والصاد قد الجيم، وأنت عندك الباء قد الجيم أصلا، يعني الباء أصلا قد الجيم، خلاص يبقى السين قد الصاد. أقول له من واحد واثنين ثلاثة. إذا قياس زاوية ألف س ص بتساوي قياس زاوية ألف ص س.
خلاص يبقى اذا المثلث ا س ص مثلث ثقين، او ممكن تقول اذا، او مش عايز يثبت مثلث ثقين، عاوز يثبت، معلش انا بصيت هنا. اذا الف طالما طالما زاويه زاويه يبقى ضلع ضلع، اذا ا س تساوي ص، اذا المثلث ا س ص متساوي الساقين. في اي مشكله؟ يبقى ضلع الف باء قد ضلع الف ج باء قد ج. طب ما عندك س قد باء بالتناظر وصاد قد ج بالتناظر، خلاص يبقى الس قد الصاد، خلاص خلصت، يبقى الف س قد الف صاد بالمثلث ده متساوي الساقين. تمام. طب عاوز احل اسرع من كده علشان الناس اللي عندها امتحان بكره تلحق تطلع تذاكر. انا اعتقد انهم مش يذاكروا تاني يعني كده تمام، بس برضه لازم تقرا الكلام ده وتحل لوحدك. ده لازم يعني، لازم نقرا الكلام ده ونحل لوحدنا تاني. انت المفروض تحل لوحدك تاني اصلا. تمام طيب. سؤال لذيذ بيقول لي س ص ع مثلث في قياس زاويه س ب 70 درجه وقياس زاويه ص ب 50 درجه، رتب اطوال اضلاع المثلث تصاعديا. اما يقول لي رتب الاضلاع لازم ارتب الزوايا الاول. يعني هو ده السؤال ده كده كده في الامتحان، يقول لك رتب الاضلاع يبقى انت رتب الزوايا ايه؟ رتب الزوايا الاول. طب يا مستر في زاويه ناقصه، ايوه المفروض انت عندك ثلاث زوايا في المثلث صح، في زاويه ناقصه اللي هي زاويه عين صح. يبقى اقول له كده بما ان مجموع قياسات الزوايا الداخله للمثلث بتساوي 180 درجه، اقول له يبقى اذا قياس زاويه عين بتساوي 180 ناقص اللي عندي 70 زائد 50 بتساوي 60 درجه. كده زاويه عين بكام؟ ب 60. حلو، يبقى انا كده جبت الزوايا كلها، اقدر ارتب الزوايا وبعدين ايه؟ وبعدين ارتب الاضلاع. بيقول لك تصاعديا يعني من الصغير للكبير. حلو حلو، هقول له بما ان اصغر زاويه اللي هي صاد، قياس زاويه صاد اصغر من قياس زاويه عين اصغر من قياس زاويه س. يا مستر ما بعرفش الاضلاع اجيبها ازاي؟ اعيط. اهدى اهدى، ما تعرفش الاضلاع سهله. مش مثلث س صاد عين، عندك س بفضل لك س عين بس. يقول لي اذا س عين اصغر من عندك عين فاضل لك س صاد، س صاد اصغر من عندك س فاضل لك صاد عين، بس خلصت. يبقى لما يجي لك السؤال ده، سواء جاب لك لو جاب لك الزاويه الثالثه خلاص مفيش مشكله، انا جايب لك الثلاث زوايا تمام قوي، هترتبهم وبعدين الاضلاع. ما جابلكش الزاويه الثالثه، هجيب الزاويه الثالثه وبعدين ارتب ايه؟ الزوايا وبعدين الاضلاع. في الاضلاع يعني اللي هو لك رتب زوايا، هجيب لك اضلاع ترتب الاضلاع وبعدين ايه؟ الزوايا. نعم يا دكتوره اتفضلي. نعم. يا مستر هو عادي جنب المسألة دي نرسم شكل المثلث وجنبه الزوايا والأضلاع اللي وكده عشان يعجبك طبعا، نفهم. عادي عادي. واحد عمل كده، قال لي س صاد عين، قال زاويه صاد بكام؟ ب 50، زاويه س بكام؟ ب 70. انا هجيب عين بقى، جبناها بقى بكام؟ ب 60. ارتب بقى العين قصادها س صاد والصاد قصادها س عين والسين قصادها صاد عين، مفيش مشكله عادي، براحتك براحتك عادي عادي. خلاص عشان في ناس ما بتجيبهاش الا من الرسمه، عادي يا دكتور. تمام. تعال ندخل بقى على اخر سؤال في الامتحان الاول. الف د بيساوي 3 سم والف باء بيساوي 5 سم. تمام. حبشتكلات حبشتكلات، عاوز اثبت ان الف د ج، الف د ج اللي هي دي اكبر من دي. السؤال ده دايما بيتكرر وحضراتكم عارفين، يبقى انا هثبت ان دي الاول اكبر من دي، وبعدين هثبت ان دي اكبر من دي، هجمع دول يطلع اكبر من دول، بس يعني هي كده هي كده. هنقول في ايه؟ في المثلث الف د باء، المثلث الف د باء، بما ان الالف باء اكبر من الالف د بس. الف باء اكبر من الف د، ما هو اصل ده بخمسه وده ثلاثه فده اكبر من ده يعني. يبقى الزاويه اللي قصاد الف باء اللي هي دي اكبر من الزاويه اللي قصاد الف د اللي هي دي. يبقى زاويه الف د باء اذا قياس زاويه، اذا قياس زاويه الف د باء اكبر من قياس زاويه الف باء د. الف باء د رقم واحد. يبقى دي اهي اكبر من دي هي. حلو حلو طيب. في المثلث ده الجيم باء او ده الباء جيم، في المثلث ده الباء جيم، عندك يا حبيبي جيم باء اكبر من جيم دال. حلو قوي، بما ان جيم باء اكبر من جيم دال هستنتج بص، جيم باء قصاد زاويه مين؟ الزاويه دي. طب والجيم دال قصاد الزاويه دي، يبقى الضلع الستة ده اللي قصاد الزاويه الكبيره ده، يبقى دي اكبر من دي، يبقى قياس زاويه جيم دال باء، يبقى اذا قياس زاويه جيم دال باء اكبر من قياس زاويه جيم باء دال رقم 2. خلاص كده تمام. يبقى الضلع ده قصاد الزاويه دي،
والضلع ده قصاد دي، فاللي قصاد دي اكبر من اللي قصاد ده، يبقى دي اكبر من دي. نفس الكلام، ضلع 6 اكبر من الاربعه، يبقى زي اللي قصاد السته دي اكبر من زي اللي قصاد الاربعه دي. نفس الخطوات كده بالظبط. بص بص، ضلع اكبر من ضلع، زاويه اكبر من زاويه، ضلع اكبر من ضلع، زاويه اكبر من زاويه، بس. تقول بقى بتجمع واحد واثنين، يبقى الزاويه دي كلها اكبر من دي كلها. اذا قياس زاويه الف د ج اكبر من قياس زاويه الف ب. خلاص. في اي مشكله؟ في حد مش فاهم؟ حد عنده اي والاسم مش فاهمه؟ ركز يا دكتور. مش محتاج انت عندك امتحان بكره خلاص، مش محتاج اقول بقى ركز. خلاص كلنا هنركز يعني. يا مستر ممكن تعيدها تاني؟ حاضر يا ماما. شايف المثلث ده يا ماما؟ دي ضلع خمسه وده ضلع ثلاثه، صح؟ تمام. الزاويه اللي قصاد ضلع خمسه دي اكبر من الزاويه اللي قصاد ضلع ثلاثه دي، بس بما ان الف باء اكبر من الف د، اذا قياس زاويه الف د باء اكبر من قياس زاويه الف باء د. رقم واحد. تمام. في المثلث ده، بما ان ج باء ابو 6 اكبر من ج د ابو 4، ج باء اكبر من ج د، اذا قياس الزاويه اللي قصاد الج باء دي اكبر من الزاويه اللي قصاد الج د دي، بس. رقم اتنين بجمع واحد واثنين، اذا دي كلها اكبر من دي كلها، بس. طب هو امتى بنعمل بجمع وامتى بنعمل بطرح؟ ده على حسب المساله. يعني لو عايز الزاويه ايوه. كلها زي كده هقول بجمع عشان اخد دول مع بعض، على حسب المساله اه. بتاعتي. خلاص. تمام. تمام. نعم يا دكتوره، اتفضلي. ومثلا دكتوره. نقول قولي. امتى نقول واحد واثنين وامتى ما نقولهمش في البرهان. برضه على حسب المساله بتاعتي. انا كده لازم هجمع دول، فهتقولي بيجمع الزاويه دي والزاويه دي، لا بقول لهم جمع واحد واثنين على حسب المساله برضه. انا حاسس ان انتوا اول مره تاخدوا هندسه. نعم يا دكتور، اتفضل. كنت حاسه نفس السؤال يا مستر. وهو على حسب المساله بتاعتك يا بابا. يعني انا هقول له بجمع الزاويه دي والزاويه دي، لا بسمي دي رقم واحد ان دي اكبر من دي، واسمي دي رقم اثنين ان دي اكبر من دي، خلاص بجمع واحد واثنين يبقى دي كلها اكبر من دي كلها، بس. تمام. طيب كده كان الامتحان الاول اتحل في وقت برضه، خد وقت عشان بشرح بالتفصيل ممل، بس المهم يعني احنا في حاجات قلناها في الامتحان الاول بالتفصيل زي كده. مثلا المثلث اللي له ثلاث محاور تماثل، هو قلنا متساوي الاضلاع قلناها. س ص ع قائم الزاويه في ص، يبقى انت عندك س ع هو الوتر. طالما قائم في ص يبقى س ع هو الوتر. طالما الس ع هو الوتر يبقى هو اكبر من اي ضلع تاني. خلصت. يعني هو قائم في ص، قائم في ص اهو، يبقى س ع هو الوتر، ده الوتر، ده ضلع. خلاص يبقى كده الوتر اكبر من اي ضلع. تمام. طيب اللي بعده، الزاويه المتجمعه حولتها واحده ب 360 درجه. اوعى تختار، اوعى تنسى وتختار دي السين تحول، هتحول لي في الامتحان، اوعى تختار دي. يعني ايه؟ صحصح شويه، هتختار دي في الامتحان. 360. قياس الزاويه الخارجه على المثلث متساوي الاضلاع 120 درجه، حاجه معروفه. اذا كان قياس زاويه راس في المثلث متساوي الساقين 50، فانا قياس زاويه الراس ب 50، زاويتي القاعده قد بعض، فانا عشان اجيب واحده منهم هقول له 180 ناقص 50 على الاثنين هتساوي كام؟ 65 درجه. خلاص. يبقى زاويه الراس اهو، ده مثلث يا عم الحاج، زاويه الراس ب 50. وخلي بالك مش اي مثلث، ده متساوي الساقين، يعني اصلا الزاويه دي قد الزاويه دي. طب انا عاوز اجيب اي واحده منهم، هقول له 180 ناقص 50 على الاثنين، يبقى كل واحده كام؟ 65، زي ما انا كتبت. نقطه تراكم المثلث من جهه الراس 2 الى 1. فين 2 الى 1؟ ممكن 3 2 على بتاع 4 الى 2، 8 الى 4، 6 الى 3، 10 الى 5 وهكذا. تمام. ده كده كان السؤال الاول. تعالوا ندخل على السؤال الثاني. مجموع طولي اي ضلع في المثلث قلت اكبر من طول الضلع الثالث. ركز بقى عشان السؤال ده جاي في الامتحان وانت قول قاسه هتتلخبط. منصف زاويه الراس في المثلث متساوي الساقين، ركز معايا، عمودي على القاعده وينصفها. ركز علشان دي نتيجه، دول ثلاث نتائج جنب بعض. لو جاب لك انه عمودي على القاعده تستنتج انه بينصف زاويه الراس وينصف القاعده. لو جاب لك انه يعني يقول لك ايه، طول المتوسط المرسوم من راس مثلث متساوي الساقين نقط نقط، تقول لي عمودي على القاعده وينصف زاويه الراس. طب لو جاب لك انه عمودي على القاعده تستنتج انه ينصف القاعده وينصف زاويه الراس. لو جاب لك انه ينصف زاويه الراس تستنتج انه عمودي على القاعده وينصف القاعده. دول ثلاث نتائج مع بعض لازم تحفظهم، برضو موجودين في ايه؟ في الملزمه. خلاص. طيب المهم اللي بعده، في المثلث س ص ع، اذا كان السؤال ده بيجي لك في الامتحان كتير، زاويه س اكبر من ع. س، خلي بالك، س ص ده قصاده زاويه ع، قلت الحرف اللي ناقص اصغر من مين؟ يعني س ص ده قصاده زاويه ع، يبقى عين اصغر من زاويه مين؟ هنا زاويه س، يبقى اللي قصادها مين؟ ص ع، بس.
فهمت؟ تمام. يبقى زاويه عين اللي هي صاد ده اصغر من، او ممكن ما تقولش كده، يعني انت ممكن تقول ايه؟ ممكن تجيبها من المعطى، يعني بيقول لك اسمه ايه؟ قياس زاويه س. خلاص، يبقى الضلع بتاعك كنت اقول ايه؟ صاد عين. طب هنا قياس زاويه عين يبقى الضلع بتاعك س صاد. يا مستر بتعرفها ازاي من غير ما رسم؟ يا حبيبي ما انا بقول لك الحرفين اللي ناقصين، مثلث س صاد عين، اعطيك عين يبقى لك س صاد بس. يعني انت عندك س صاد اصغر من صاد عين، او س صاد اصغر من صاد عين. خلاص، الحرفين ايه اللي ناقصين؟ الضلع المقابل للزاويه التي قياسها 30 في المثلث القائم من الزاويه طوله يساوي نص طول الوتر. دي حاجه معروفه يعني، نص طول الوتر. ممكن بقى هو في الامتحان يضحك عليك يقول لك ايه؟ طول الوتر في المثلث القائم الزاويه بيساوي نقط الضلع المقابل للزاويه التي قياسها 30 تقول ضعف الضلع. تمام. نعم يا دكتوره، اتفضلي. اتفضلي يا دكتوره. مستر هو الأسود مرة واحدة كده بقى واطي. ايه؟ صوت تقول حضرتك ايه؟ يا مستر بقى واطي مرة واحدة. صوت عندي بقى واطي؟ لا، العيب من عندك انت. الدكتوره التانيه اللي رفع ايديها. نعم. هو يا مستر ممكن نحط بدل نصف طول الوتر 60؟ ايه اللي 60؟ هو الضلع ب 60؟ هو ايه؟ بقول لك الضلع المقابل لزاويه التي قياسها 30 طوله، بقول الضلع. اه اتلخبطت. صح النوم. لا زاوية. الكلام ده لو الزاويه، هو مش هيجيب لك الزاويه اصلا. صح صح. اذا تطابقت زاويتان في مثلث فان الضلعين المقابلين لهاتين الزاويتين يكونان متطابقتان او متساويتان في القياس، زي ما تكتب يعني متطابقتان او متساويتان في القياس. يبقى يعني ايه تطابق؟ فان عاوز الضلعين يبقى متساويان في الطول. الضلعين كده متساويين في الطول، معلش. الضلعين متساويان في الطول. يبقى لو الزاويتين قد بعض يبقى الضلعين برضو قد بعض او متساويين في الطول. بقول متطابقان بقى او متساويين في ايه؟ في الطول. تمام، انا افتكرتها زاويتين. خلاص، في اي مشكله؟ حفظ. في حاجات هنا يعني دي حفظ ودي حفظ ودي حفظ ودي حفظ. خلاص، لا دماغك بقى، احفظهم احفظهم كده وانت معايا في الحصه. تمام. طيب، المهم يلا نكمل. السؤال الثالث، الف وباء. دي جت في الامتحان ودي جت في الامتحان. قياس الجيم ب 40 درجه، قياس الدال ب 60 درجه. اثبت ان الف باء اكبر من الف ب. يا حبيبي لما يقول لك اثبت ان ضلع اكبر من ضلع، لازم اعرف الزوايا اللي هشتغل عليها الاول. لازم اعرف الزوايا اللي اشتغل عليها الاول. الف باء اكبر من الف ج. ادي الف باء قصاد زاويه ج. حلو. الف ج. فين الف ج؟ اهو قصاد زاويه باء. جميل. يبقى انا كده محتاج بس اجيب زاويه ج بس، والمساله بتاعتي خلصت. يبقى الف باء قصاده ج، والف ج قصاده باء. خلاص المساله خلصت. انا عندي باء يبقى انا محتاج اجيب ج بس. تمام. هجيب باء، اجيب ج ازاي؟ دي الفكره يا حبيبي. اعطيك توازي. هو مش قال لك في المعطى بس، هو عطاها لك. احنا اتفقنا اي كلمه في اي معطى في المساله بنستخدمه. فبما ان ده الهاء بيوازي باء ج، بما ان ده الهاء بيوازي باء ج، وصلهم كده ببعض. وصلهم اهو اهو اهو. عمل لي حرف زد. جدع، برافو عليك. يبقى زاويه د قد ج بالتبادل. اذا قياس زاويه د بتساوي قياس زاويه ج بتساوي 60 درجه بالتبادل. خلاص، دي بستة. خلصت المساله. بما ان قياس زاويه ج طلعت اكبر من قياس زاويه باء، خلاص يبقى اذا الف باء اكبر من الف ج. اربع خطوات بالظبط. اربع ايه؟ اربع خطوات بالظبط بس. خلصت. في مشكله؟ خلي دي كده علشان تعرف. لازم اول ما يقول لك اثبت لي ان ضلع اكبر من ضلع او زاويه اكبر من زاويه، لازم تعرف. يعني لو قال لك زاويه اكبر من زاويه لازم تشوف الاضلاع الاول. لو قال لك ضلع اكبر من ضلع لازم تشوف الزاويه الاول عشان اعرف انا هجيب على انهي زاويه. يعني ما اجيبش وخلاص. واحد يقول لي دي ب 60 والمثلث كله 180 يبقى دي 80. يا عم مش عاوز دي، انا مش عاوزها، ما تجيبها لي. خلاص اتفقنا. تمام. طيب تعال اللي بعده. قياس الباء ب 90، قياس الجيم ب 30، ده المنتصف. اثبت ان المثلث الف ده الباء متساوي الاضلاع. عايز اثبت ان ده متساوي الاضلاع. نفس الكلام اقول له فيه المثلث الف باء ج. بما ان قياس الباء ب 90 درجه، قياس زاويه باء تساوي 90 درجه. وباء ده المتوسط عشان ده في النص. باء ده المتوسط. اذا باء د بيساوي نص الف ج. رقم واحد. الباء د ده نص الالف ج. وبما ان
قياس زاوية ج بتساوي 30 درجة، وده ضلع، ده ضلع مقابل لل 30، يبقى الألف باء نص الألف ج نص بقى. إذا ألف باء بيساوي نص ألف ج اللي هو الروتر رقم 2. وبما أن الدال في النص، الدال منتصف ألف ج، الدال منتصف ألف ج، خلاص يبقى الألف دال ده نص الألف ج برضه. ما هو الألف دال قد الدال ج، فالألف دال يعتبر نص الألف ج. إذا ألف دال تساوي نص ألف ج رقم 3. مش ملاحظ إن كلهم نص ألف ج؟ يبقى الألف باء قد الدال باء قد ألف دال. أقول له من واحد واثنين وثلاثة. إذا ألف باء بتساوي باء دال بتساوي ألف دال. إذا المثلث ألف باء دال متساوي الأضلاع. بس في أي مشكلة؟ في حد مش فاهم؟ حد عنده أي سؤال؟ خلاص يبقى الألف باء مقابل ل 30 نص الألف ج، والباء ده المتوسط نص الألف ج، والألف ده كده كده معروف إن دي قد دي، يبقى الألف ده نص الألف ج. خلاص يبقى كلهم قد بعض، يبقى المثلث بتساوي إيه؟ الأضلاع. امم في أي مشكلة؟ تمام؟ طيب اللي بعده، نيجي للسؤال الرابع. ألف بيقول لي اثبت ان الف باء اكبر من باء ج اكبر من الف ج. لازم اجيب الزوايا كلها. طبعا المساله دي كانت معموله غلط، كانت فيها غلطه. المفروض دي 125 تبقى دي كام؟ 55. 55 و65 يبقى 70، يبقى 120، يبقى فاضل 60. يبقى المفروض اثبت ان الالف ج، المفروض اثبت ان الالف ج، ثانيه بقى نمسح عشان نعدل. المفروض اثبت ان الالف ج، تمام، اكبر من الباء ج، تمام، اكبر من الالف باء. الالف باء، ايوه. يبقى دي برضه ليه اللي فيها الغلطه التانيه، يعني الف ج والف باء. تمام تمام. بس كده حلو. يبقى هنا هيقول لي اثبت ان الف ج اهو اكبر من باء ج اهو اكبر من الف باء. يعني لازم اجيب على زاويه المثلث كله. انا جبتها طبعا، مش محتاج يعني. نعم يا دكتور اتفضل. يعني أنا مستر، إيه هو أكبر ضلع في المثلث كله؟ فين اكبر زاويه؟ احنا جبنا دي ب 55 عشان دي خط مستقيم، يبقى دي ب 55. تمام. تمام. ودي ب 60 عشان مجموع الزاويه من 180. ايوه، فين تمام. اكبر زاويه بقى؟ الف باء. يبقى اكبر ضلع زاويه باء قصدي، يبقى ألف اكبر ضلع ج. الف ج. تمام تمام. نعم يا دكتوره اتفضلي. لسه عايزة أجاوب البرهان ده. لا للاسف، معلش، عشان النهارده انا اللي هجاوب بس. تمام. ام ريلي سوري، ام فيري 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 سوري. المهم، عندك دي خط مستقيم، زاويه مستقيم يعني. كل اللي فوق ب 180، صح؟ كل اللي فوق بكام؟ ب 180. يس. خلاص يبقى الزاويه دي بتساوي 180 ناقص 125، يبقى خلاص. اقول له بما ان زاويه د ج ب مستقيمه بتساوي 180 درجه، زاويه مستقيمه 180 صح؟ يبقى اذا قياس زاويه الف ج ب، الف ج ب بتساوي 180 ناقص 125 بتساوي 55 درجة. حلو، يبقى دي 55. جميل قوي. ادخل جوه المثلث ده، في المثلث ألف باء ج. بما أن مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث بتساوي 180 درجة، يبقى قياس زاوية ألف. إذا قياس زاوية ألف تساوي 180 ناقص 55 زائد 65 هتساوي 60 درجة. جميل، يبقى دي ب 60. خلاص بس كده. رتب لي بقى الزوايا. هقول بما ان قياس زاوية باء اللي هي دي أكبر من قياس زاوية ألف اللي هي دي أكبر من قياس زاوية ألف ج باء اللي هي دي. بس هجيب بقى المطلوب. إذا ألف ج أكبر من باء ج أكبر من ألف باء، وهو المطلوب إيه؟ إثباته. يبقى لازم أعرف الزوايا اللي هشتغل عليها الأول. تمام. طيب الناس اللي عايزه تحل، انا قلت اصلا المفروض تبقى انت حلل الكلام ده عندك قبل الحصه علشان تدخل معايا تاكد من الحل، لو في حاجه مش فاهمها بتقولها لي، فما حدش هيحل للاسف. الناس اللي عماله تكتب في الشات ما حدش هيحل. تمام تمام. المهم يلا اللي بعده. ده الوهاء منتصفه الف باء والف ج على الترتيب. ده الميم ب 3 سم، وميم هاء ب 2 سم، ويوجد محيط المثلث ميم باء ج. فين ميم باء ج؟ ميم باء ج ده. اولا يا دكتور، لما يقول لك محيط، احنا اتفقنا لما يقول لك محيط يعني لازم تعرف الاضلاع كلها بكام.
انا محتاج اجيب باء ج، ومحتاج اجيب ميم باء، ومحتاج اجيب ميم ج. اولا هو الدال في النص والهاء في النص، يبقى ده الهاء نص باء ج، يبقى الباء ج ده بقى 8. يعني ده الهاء المفروض نصه، يعني ده الهاء ب4، يبقى الباء ج المفروض بكام؟ ب 8. حلو قوي. طيب مش الميم نقطة تقاطع المتوسطات؟ اه. خلاص يبقى الميم باء ضعف الميم هاء يبقى 4، والميم جيم ضعف الميم دال يبقى 6، يبقى المثلث كله جبناها محيطه بكام؟ ب 18. انا بقى ازاي اكتب الكلام ده بالبرهان؟ تمام. طيب ثانية. طيب يلا نكمل. كنت هقول ايه؟ لا مش هنقول حاجة. هنقول بما ان دال منتصف ألف باء، حلو قوي، وهاء منتصف ألف جيم، جميل قوي، والمعروف إن الدال هاء نص الباء جيم، صح؟ حلو. هقول له إذا دال هاء بتساوي نص باء جيم. خلاص يبقى إذا الباء جيم بيساوي كام؟ 8 سم، لأن الدال هاء بأربعة، صح؟ الدال هاء بكام؟ بأربعة. يبقى كده الباء جيم 8. جميل قوي. محتاج بقى أجيب مين بقى؟ قبل ما تجيب مين باء يا حبيبي يا عم الحاج، مش الدال في النص والهاء في النص؟ يبقى جيم دال وباء هاء متوسطان. ما ان جيم دال، جيم دال وباء هاء متوسطان يتقاطعان في ميم. يتقاطعان في ميم، دول متوسطان تقاطع في ميم. اذا ميم هي نقطة تقاطع المتوسط المثلث. اذا ميم هي نقطة تقاطع متوسطات المثلث. خلاص كده بقى هتقدر تجيب ايه؟ الميم باء. لازم تقول دي الاول كده، لازم تقول ده متوسط ده متوسط، والميم نقطة تقاطع. اذا ميم باء بتساوي 2 ميم هاء. اذا ميم باء تساوي 2 ميم هاء هتساوي كام؟ 4 سم، يبقى ده 4. وميم ج بتساوي 2 ميم د. اذا ميم ج تساوي 2 ميم د، معلش انا كاتب ميم هاء بس اصلا، تساوي 2 ميم هاء، تساوي 2 ميم هاء بتساوي 4 سم. ميم ج بتساوي 2 ميم د بتساوي 6 سم. اذا محيط المثلث اللي انا عاوزه ميم باء ج دي 6، ميم باء ج هتساوي 4 زائد 6 زائد 8 18 سنتيمتر. يعني كلها 3 4 سطور والدنيا تتلم يعني. فعندك اي سؤال اتفضل اسال. في اي مشكله؟ لازم تبقى فاهم كل حاجه بالتفصيل ايها الاستاذ، عشان لما تدخل الامتحان ما تتوهش، حتى لو نسيت انت فاهم تعرف تكتب. حد يتكلم؟ مستر هو احنا امتى مثلا ساعات مثلا بنقول تلت؟ مش سامع اي حاجه. بقول هو احنا ليه ساعات مثلا لما مثلا بيكون حتة مثلا كبيرة او بناخد حتة صغيرة بنقول تلت، صح؟ مش سامع برضه. حد يقول هي بتقول ايه؟ بيقول يا مستر واحنا ليه لما ناخد حته صغيره بتبقى بتلت حاجه زي كده؟ ده لو عطيل المتوسط كله، يعني عطيل المتوسط كله بتسعه مثلا، فانا عاوز الحته الصغيره بقسم على 3. لو عاوز الحته الكبيره اجيب الصغيره اقسم على 3، اجيب الصغيره وبعدين اعرف ان اجيب الكبير. تمام. والحته الكبيره اصلا بتلتين، طالما الحته الصغيره بتلت يبقى الحته الكبيره بتلتين بس. لو عاوز الحته الصغيره اضرب في تلت، لو عاوز الحته الكبيره اضرب في تلتين، ده لو عطيل المتوسط كله. تمام. تمام. ماشي. لو عطيني الحته الصغيره وعاوز الكبيره اضرب في 2. طب لو عطيني الكبيره وعاوز الصغيره اقسم على 2. تمام. طيب اللي بعده. السؤال اللي قبل كده بيقول لي رتب هنا، رتب تنازليا قياسات زوايا المثلث. هنا عاوز الزوايا طبعا تنازليا من الكبير للصغير، من الكبير للصغير. على فكره لسه فاضل امتحانين، لسه فاضل امتحانين يعني، ده التاني كده، لسه فاضل 2، فنهدى شويه كده وما نملش يعني. ان شاء الله يعني هدوس شويه في الحل، او هسرع شويه في الشرح. المهم ان هو بيقول لي رتب الزوايا. احنا اتفقنا عشان يقول لي رتب الزوايا يبقى لازم ارتب الاضلاع. طب لو قال لك لي رتب الاضلاع ارتب الزوايا الاول. تمام. اقول له بما ان طبعا التنازل من الكبير للصغير الف ج اكبر من الف باء اكبر من باء ج. حلو حلو. يبقى اذا قياس زاويه باء اكبر من قياس زاويه ج اكبر من قياس زاويه الف. واحد يقول لي يا سؤال المستر بيحل مسألة سهله، لو اخد دماغه الامتحان. اسمع بس هي سهله. مش احنا قلنا الف ج 8 وده ب7 وده ب5، يبقى ده اكبر من ده اكبر من ده، كاتب. ما فيهاش دماغ، ده تافهه. حلو. طب انا قلت لك ازاي اجيب الزاويه؟ بدل ما ترسم، في ناس هترسم بدل ما ترسم، لا ما ترسمش عادي يعني. اعمل ايه؟ هات الحرف اللي ناقص. المثلث كله اسمه الف باء ج، المثلث. انت عندك الف ج فاضل لك باء يبقى هي دي، عندك الف باء فاضل لك ج يبقى هي دي، عندك باء ج فاضل لك الف يبقى هي دي.
كده سهله قوي. خلاص تعالوا ندخل على اخر مثال عشان الوقت. حبشتكنات بيوزع حبشتكنات، وحبشتكنات ب 100، وحبشتكنات ب 70. عايز تقول الحبشتكنات دي متساوي الساقين، المثلث ده. بص يا عم الحاج، بص يا عم الاستاذ، عشان اثبت ان المثلث ده متساوي الساقين لازم اثبت ان في ضلعين قد بعض. حلو حلو. هو كده كده الضلعين دول يعني بالعقل كده دي 100، فدي زاويه الراس، فكده كده دول ضلعين. المهم مش ده بيوازي ده؟ بما ان الف د بيوازي باء ج، بما ان الف د بيوازي باء ج، الف د بيوازي باء ج، المفروض ان الزاويه دي قد الزاويه دي. انا ما عنديش دي، مش هثبت دي، يبقى مش هحل بدي. حلو، احل بالتانية. في المثلث الف باء ج، المثلث الف باء ج، بما ان الف ج قد باء ج، بما ان الف ج بيساوي باء ج، يبقى الزاويه دي قد الزاويه دي، مثلث متوسطين. اذا قياس زاويه باء الف ج بتساوي قياس زاويه باء، بتساوي كام؟ 70 درجه. خلاص تمام، يبقى دي كده ب 70، يبقى دي زي ب 70. حلو. طب مش المثلث كله 180؟ اقول له بقى اذا قياس زاويه الف ج باء اللي انا بقى هجيبها عشان هي راح اجيب دي، الف ج باء بتساوي كام؟ 180 ناقص 70 زائد 70 بتساوي 40 درجه. حلو، يبقى دي بكام؟ ب 40. جميل قوي. خلاص بقى هحل بالتوازي اللي انا شفته بقى. يبقى انا كنت هحل الاول عشان اسبق، عشان لازم اجيب الزاويتين دول، فانا جيت اجيب دي بالتوازي، ما جاتش لان انا ما اعرفش دي. فانا هشتغل ازاي اجيب دي؟ ضلع ده ضلع، يبقى زاويه دي زاويه، دي ب 70 ودي 70، يبقى المثلث كله 180، هطرح من 180 جبت دي ب 40، يبقى ده دي بالتبادل. الف د بيوازي باء ج، ان الف د بيوازي باء ج، اذا قياس زاويه د الف ج، د الف ج بتساوي قياس زاويه الف ج باء، الف ج باء هتساوي 40 درجه بالتبادل. ده 40. صح صح. في المثلث الف د ج، مثلث ألف د ج، قياس زاوية د ب 40، قياس زاوية د ب 100، وقياس الزاوية دي ب 40، يبقى قياس زاوية ج بكام؟ 180 ناقص 100 زائد 40. أقول له بما أن مجموع قياسات، بما أن مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث ب 180 درجة، صح؟ يبقى إذا قياس زاوية د ج ألف، د ج ألف تساوي 180 ناقص 40 زائد 100 تساوي 40 درجة. حلو، يبقى دي برضه بكام؟ ب 40. إيه ده؟ عندك زاويتين قد بعض، يبقى مثلث ساقين. أقول بما أن قياس زاوية د ألف ج تساوي قياس زاوية د ج ألف، إذا مثلث ألف د ج متساوي الساقين، ألف د ج متساوي الساقين. واحد يقول لي يا مستر الضلعين، يا عم أهو ألف د تساوي د ج بس. خلاص، في مشكلة؟ مسألة حلوة، مسألة لذيذة برضه، مستر مسألة وانا امتحان. ما تيجي تتكلم ترفع ايدك بعد كده. نعم. هو انا رفعت ايدي بس. هو دلوقتي في السؤال رقم 5 ألف، لو كان جايب مثلا ب ج وألف ج وقال لي يجيب ألف ب، هقول إن ألف ب هتساوي ألف ج، صح؟ لا طبعا، هو لو عاوز الضلع الثالث هيديك مثلا المحيط، يقول لك محيط مثلث مثلا 15، فانت تجيب الضلع الثالث من كده، هتقول له المحيط ناقص الضلعين التانيين اجيب الضلع الثالث. تمام. ما ينفعش يجيب، ما ينفعش ما يجيبش الضلع الثالث. خلاص. طيب نيجي بقى كده حلينا امتحانين، تعال الامتحان الثالث. قول ولا سؤال من امتحانك ان شاء الله باذن الله هيخرج بره الاربع امتحانات دول. كده كده هبعتهم لك بعد الحصه، وما تنساش نماذج كتاب المدرسه برضو لازم تذاكرهم، برضو هبعتهم لك بعد ايه؟ بعد الحصه. نعم يا دكتور اتفضل. ما تقوليش عاوز اجاوب، عشان لو انت عاوز اجاوب اعمل لك مثل اخر الحصه بس. لا لا، حتى مستر امتحانات الاختياري بتاع السفرة برضه مش بتخرج برضه من هنا. ايوه، لا مش هتخرج، هتروح الجنب التاني. متأكد يعني؟ هي لسه حضرتك قلت آخر مرة الحصة اللي فاتت انتوا اللي هتجاوبوا. لا مش هتجاوب، انا رجعت في كلامي. ليه كده؟ حنفي. مين في المايك؟ اختر الاجابه الصحيحه. قياس الزاويه المستقيمه 180 درجه، القائمه بتبقى كام؟ بتبقى 90. طول الضلع المقابل ازاي 30 في المثلث القائم، نص طول الوتر، حاجه معروفه. الاعداد 5 و4 تصل. الضلع الثالث قلنا آه ما بين الطرح والجمع، يعني كده كده عندك الضلع الثالث كده الطرح اللي هو 1 والجمع اللي هو 9. انت دور على حاجه ما بين 1 و9 ما عدا 1 و9، يعني دور على 2 3 4 5 6 7 8.
2 3 4 5 6 7 8. شفت؟ سهله. او تجرب او جرب، يعني جرب انت المفروض تجمع دول يطلع لك اكبر من الضلع الثالث، فمش هينفع غير الثمانيه اصلا. تمام. طيب المثلث س ص ع قائم الزاويه في ص، يبقى س ع ده اكبر، ده الوتر، وده ضلع. خلاص لسه مجاوبين اصلا في الامتحان اللي قبله، يبقى الوتر اكبر من اي ضلع. محيط المثلث الذي اطوال اضلاعه 3، المحيط بيساوي مجموع اطوال اضلاعه، يعني 3 زائد 4 زائد 5، 3 4 7 7 و5 كام؟ 12. ألف باء بيساوي نص ألف ج، يبقى قياس زاوية ج ب 30 درجة. يعني خليك ذكي. بيقول لك في المثلث ألف باء ج القائم في باء، عندك مثلث قائم في باء، بيقول لك ألف باء نص ألف ج يبقى زاوية 30 بس. خلصت. تمام. طيب متوسط المثلث تكامل كمان في نقطة واحدة. أطول أضلاع المثلث القائم هو الوتر. مثلث قياس زاويتين فيه 80 40 و100 قصدي، يكون مع عدد محاوره. أولا هتبقى قياس الزاوية الثالثة، الزاوية الثالثة هتساوي 180 ناقص 40 زائد 100 هتساوي 40 درجة، دي الزاوية الثالثة. فأنت كده عندك في زاويتين قد بعض، زاويتين قد بعض، يعني متساوي الساقين، يعني متساوي الساقين، يبقى عدد محاور تماثله واحد. تمام. اللي بعده، إذا اختلف قياس زاويتين في المثلث فأكبرهما في القياس يقابلها ضلع أكبر في الطول. ضلع أكبر في الطول. ممكن يقول لك إذا اختلف طول ضلعين في المثلث فأكبرهما في الطول يقابله، أقول له زاوية أكبر في القياس، يعني أيا كان. زاويات القاعدة في المثلث المتساقين متطابقتان أو متساويتان في القياس، زي ما عجبك اكتب. حد عنده أي سؤال هنا؟ تمام. أشوف الاختيار بيتكرر أهو، الحاجة إيه اللي إحنا بنقولها بتتكرر تاني أصلا. تعالى بقى ندخل هنا، أحسب محيط المثلث ألف باء د. ألف باء د، عاوز محيط المثلث ده. طيب هقول لازم اجيب الاضلاع كلها، انت عندك باء د لازم اجيب الف باء والف د، كده هجيب، لازم اجيب الف ج الاول. المهم اقول له بما ان قياس زاويه باء تساوي 90 درجه وباء د متوسط، خلاص يبقى اذا باء د تساوي نص الف ج. الباء ده اصلا باربعه، يبقى الالف ج ب8، اذا الف ج تساوي 8 صح. بس كده مساله الحل بالنسبه لي، الف باء نصه والف د نصه. اقول له بما ان قياس زاويه ج بتساوي 30 درجة، احنا اتفقنا طالما زاوية 30 يبقى الضلع اللي قصادها نص الوتر، إذا ألف باء تساوي نص ألف ج تساوي 4 سنتي. من د منتصف ألف ج، يبقى إذا ألف د بتساوي د ج تساوي 6 سنتي. يعني إيه ده هو 8، يبقى 4 معلش، تساوي كام؟ تساوي 4 سنتي. دي كل واحدة بكام بقى؟ هو عاوز محيط مثلث ألف باء د، أقول له إذا محيط المثلث ألف باء د بيساوي 4 زائد 4 زائد 4 تساوي 12 سنتي. خلاص في مشكلة؟ تمام. تمام. تعالى للي بعده، ركز يا دكاترة، دي بأربعة يبقى دي ب8، يبقى ده نص بأربعة وده نص بأربعة، المثلث كله كام؟ 12. حلو السؤال ده. ده الألف باء عاوز كذا، ده الألف باء، ده الألف باء عاوز دي. طيب مش المثلث ده 60؟ معلش ده متساوي الأضلاع، يبقى كل زاوية في 60، يبقى دي 60. حلو حلو. واي زاويه خارجه بتساوي مجموع الزاويتين اللي جوه ما عدا اللي جنبيها، يعني هتساوي دي ودي صح. خلاص يبقى انا هطرح من 60 اجيب دي ب 20، خلص المساله. بس ازاي اجيبها بالبرهان بقى؟ دي المشكله. مش مشكله ولا حاجه، سهله. بما ان المثلث الف باء ج متساوي الاضلاع صح. اه يبقى اذا كل زاويه بداخله تساوي 60 درجه. حلو حلو. يعني ايه زاويه جوه ب 60؟ دي 60 دي 60 دي 60. حلو. يبقى اذا قياس الزاويه اللي انا هشتغل عليها بقى، اللي انا هجيبها لازم اكتبها، الف باء ج ب 60 درجه. الف باء ج بتساوي 60 درجه. ركز معايا، الزاويه دي ب 60 وهي خارجه عن المثلث الف د باء، والزاويه الخارجه بتساوي الزاويتين اللي جوه ما عدا اللي جنبيها. اذا قياس زاويه الف باء ج بتساوي قياس زاويه د زائد قياس زاويه د الف باء.
حلو حلو، يبقى دي ب 60 تساوي دي زائد دي. طب دي ب 60 يبقى دي بقى 20 درجه. يبقى له اذا قياس زاويه د الف باء تساوي 60 ناقص 40 تساوي 20 درجه. خلصت المساله. خلاص، في اي مشكله؟ تمام. يبقى انا عندي ده مثلث متصل الاضلاع، يبقى كل زاويه فيه ب 60 درجه. طالما كل زاويه ب 60 خلاص يبقى دي 60 درجه، ودي زاويه خارجه عن واحد. يقول لي لا انا هحل بخط مستقيم، هقول له دي ب 60 يبقى دي كام؟ يبقى دي 120. طب دي 120 و40 يبقى 160، يبقى اللي فاضل 20. هي برضه يعني سواء دي او دي الاثنين ايه؟ الاثنين صح. تعال ندخل على السؤال اللي بعده. آه اشتكالات. عاوز من المثلث الف باء ج متساقين، يبقى محتاج اجيب زاويه باء مثلا او زاويه ج. المهم اجيب الزاويه كلها على حسب. ده خط مستقيم صح، اقول له بما ان قياس زاويه د ج باء تساوي 180 درجه مستقيمه، اقول له يبقى اذا قياس زاويه الف ج باء تساوي 180 ناقص 125 بتساوي 55 درجة. دي ب 55. مجموع الزاوية داخل المثلث 180. أقول له إذا قياس زاوية ألف باء ج أو باء بس تساوي 180 ناقص 70 زائد 55 هتساوي كام؟ 55 درجة. حلو حلو، يبقى دي برضه كام؟ 55. أقول له بما أن قياس زاوية باء بتساوي قياس زاوية ألف ج باء يبقى إذا ألف ج يساوي ألف باء. إذا المثلث ألف باء ج متساوي الساقين. خلاص، في أي مشكلة؟ تمام. في حد مش فاهم؟ يبقى عندك دي زاوية مستقيمة 180 درجة، دي ب 125 تبقى دي 55. دي 55 هطرح من 180 اجيب دي ب 55. خلاص يبقى المثلث متساوي الساقين. تمام تمام. تعالى للي بعده. أنا عارف إن أنت زهقتوا، أنا عارف إن أنت زهقت، بس لازم هتعمل إيه؟ مش هينفع تجاوب علشان زمايلك. المهم، لأن دي تعتبر آخر مراجعة. برهن أن باء ج أكبر يا مستر. أنت قلت لي لما يقول لي ضلع أكبر من ضلع يبقى لازم أجيب زاوية أكبر من زاوية. حلو. باء ج فين؟ باء ج قصاد زاوية ألف، يبقى أنا محتاج أجيب زاوية ألف أكبر من زاوية ألف. باء قصادها زاوية ج، يبقى أنا محتاج أجيب زاوية ج. بس كده خلص المسألة. يبقى أنا محتاج أجيب زاوية ألف وج، زاوية ألف وج. حلو، هنجيب زاوية الحاجة ج الأول، وبعدين أجيب باء. أدي خط مستقيم يبقى دي ب 60، وده خط مستقيم يبقى ده 40، وهجيب ألف. خلصت يعني. المهم بما أن قياس زاوية ه ج ألف تساوي 180 درجة مستقيمة، إذا قياس زاوية ألف ج باء تساوي 180 ناقص 120 بتساوي 60 درجة، يبقى دي ب 60. جميل أوي. وبما أن قياس بالمثل قياس زاوية ألف باء د تساوي 180 درجة مستقيمة، طبعا دي مستقيمة ودي مستقيمة. المهم يبقى إذا قياس زاوية ألف باء ج بتساوي 180 ناقص 140 بتساوي 40 درجة، بقت 40 درجة. حلو حلو. فكده فاضل كده زاوية ألف. أقول بما أن مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث بتساوي 180 درجة، إذا قياس زاوية ألف تساوي 180 ناقص 40 زائد 60 هتساوي 80 درجة. كده الألف بكام؟ 80 درجة. خلاص هقول بما أن قياس زاوية ألف أكبر من قياس زاوية ألف ج باء اللي أنا عاوزها أصلا اللي هي دي، هقول له خلاص إذا الباء ج أكبر من ألف باء، باء ج أكبر من ألف باء. خلاص، في أي مشكلة؟ حد مش فاهم؟ حد عنده أي سؤال؟ خلي بس بتاعت إيه؟ الزاوية اللي فوق دي أول ما أقول نسبة إن ضلع عدد ضلع لازم أثبت إن في زاوية قد إيه؟ قد زاوية. تمام. طيب اللي بعده السؤال آخر سؤال في الامتحان. السؤال ده مهم جدا جدا جدا، وجي برضه في امتحان النهارده. يعني الامتحان بتاع النهارده بتاع زمايلكم تقريبا مفيش ولا مسألة ما جاتش من الأربع امتحانات. طبعا أنت ممكن يختلف، يعني ممكن يجيب لك مسألة مختلفة شوية، أو يعني مسألة واحدة أو اتنين، يعني هتلاقيها برضه في الإيه؟ في الملزمة إن شاء الله يعني. طبعا بعد الحصة هبعت لكم ملزمة المراجعة النهائية، وهبعت لكم الأربع امتحانات دول بالإجابة والفيديو. وهبعت لكم النماذج بتاعة الهندسة، الحل بس مش فيديو، الحل بتاعهم. وهبعت لكم حل المحافظات بتاعة المعاصر. أنت بص، ذاكر لي يا حبيبي الأربع امتحانات دول. حلو حلو، ذاكر لي الأربع امتحانات دول واختار، يا إما تذاكر بالملزمة
يا اما تذاكر من حل الامتحانات بتاعت المعاصر اللي يعجبك يعني. نعم يا دكتوره اتفضلي. رفع ايده. خلاص مفيش حد رفع ايده. المهم عايز اثبت ان الف باء كله اكبر من ج د. ده مستر ده بيقول لي الف باء ده فين الزاويه اللي قصاده؟ المستر قال لي لو في ضلع اكبر من ده. طب يا دكتور مش الالف باء ده الحته دي قصاد الجيم، يعني ده وتر وده وتر، صح؟ يبقى الالف هاء اكبر من جيم هاء. ليه؟ لان الوتر اكبر من اي ضلع، صح؟ اكبر اضلاع المثلث القائم طولا هو الوتر، صح؟ اقول له بما ان المثلث الف جيم هاء قائم في جيم، لا يعني جيم 90 يعني، اقول له اذا الف هاء اكبر من جيم هاء رقم واحد. ايه ده ليه؟ يعني انت بتقول لي كده يا عم الحاج؟ مش ده وتر؟ واحنا اتفقنا ان اكبر اضلاع المثلث القائم طولا هو الوتر، خلاص ده اكبر من ده، مش محتاجه يعني. تمام طيب. وبما ان المثلث باء د الهاء، باء د الهاء قائم في د، اذا الباء هاء اكبر من ده، باء اكبر من د الهاء، اذا باء هاء اكبر من د الهاء برضه وتر رقم اتنين. حلو يا مستر، يا مستر يا واد نحو. مش فاهم يعني، مش فاهم ايه؟ بقول لك ده مثلث قائم، ده الوتر، يبقى ده اكبر من اي ضلع، اكبر من ده وده. انا مش عاوز ده، انا عاوز ده، يبقى ده اكبر من ده. وده وتر يبقى ده اكبر من ده، هو الوتر اكبر من اي ضلع اصلا، فده اكبر من ده. هقول له بجمع واحد واثنين، بجمع واحد واثنين، اذا الف باء كله اكبر من ج د كله. الف باء اكبر من ج د. مش فاهم يرفع ايده. خلاص. يبقى المثلث القائم اكبر اضلاع طولا هو الوتر، فده اكبر من ده وده. انا مش عاوز ده، انا ده ما يشغلنيش، مش عاوزه. خلاص ده اكبر من ده وده اكبر من ده، هجمع بقى يبقى ده كله اكبر من ده كله. خلاص. في مشكله؟ يبقى ده وتر. ده وتر. بتعرف منين انه وتر؟ عشان هو اللي قصاد الزاويه 90. نعم يا حاج اتفضل. هو ده بس اخر امتحان ولا في واحد تاني؟ لا في واحد تاني. في تمام. واحد تالت ولا بس؟ اسكت اسكت. نعم يا دكتوره. مستر ممكن بس يعني نسرع شوية عشان عليا درس بعد ده. حاضر نسرع شويه. اركب يا عبدو. اضرب حرام. طيب. ده ايوه ها منتصف الف بقى والف جمع ماشي. عاوز محيط مسلسل ده الميم ها، عاوز ده يا عمي. عاوز محيط يعني لازم اجيب الاضلاع الثلاثه. افهم 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 هنا. عندك في حته مصديه في دماغك يعني. المهم المهم ده في النص والهاء في النص، يبقى ده الهاء نص باء ج، عرفناها 20,000 مره خلاص. يبقى طالما ده الهاء نص باء ج بستة. حلو حلو. ميم نقطه تقاطع المتوسطات، يبقى دي نص الميم ج باتنين. اعطيني بقى كله ب 12، يبقى دي تلت وقاسم على 3، يبقى دي كام؟ 4. يبقى جبت المحيط. انا عاوز باب البرهان. انا عاوز البرهان، مش عارف احل برهان، ما انا عارف احل كده، انا عاوز برهان. طبعا بس السفاره مش محتاجين برهان، بس عشان ثالثه اعدادي برضه وبعدين يعني. المهم المهم قالوا بأن د منتصف ألف باء وهاء منتصف ألف ج. جميل قوي. طالما الدال في النص والهاء في النص، إذا د الهاء بتساوي نص باء ج. الباء ج بكام؟ ب 12، يبقى الدال هاء ب 6. 6 صح. طالما الدال في النص والهاء في النص، يبقى الجيم ده المتوسط والباء هاء متوسط. إذا باء هاء وجيم دال متوسطان يتقاطعان في ميم. إذا ميم نقطة تقاطع متوسطات المثلث. كده الميم نقطة تقاطع متوسط المثلث. خلاص بقى ابدا اشتغل عادي. هقول له ميم هاء بتساوي تلت باء هاء. اذا ميم هاء تساوي تلت باء هاء. اصل عطيت المتوسط كله فاقول تلت، وبعدين اقسم على 3 يعني. ما هو تلت يعني تقسم على 3. يبقى الميم هاء بتساوي كام؟ 12 على 3. 12 على 3 بتساوي 4 سم. يبقى دي 4. تمام. ايه ده بتسعة. الباء هاء بتسعة. الباء هاء بتسعة يا عبايط، ما حدش قال لي حاجة. الباء بأربعة هاء ونص. بتسعة. 9 على 3 ب4 ونص، ما شاء الله. 3. لا يا مستر تمام نانسي. تمام. المهم الميم ها كده ب3، واذا معاك برضو عادي يا مستر معدل خلاص ولا لا؟ خلاص ميم د تساوي نص الميم ج. الميم ج ب4، يبقى دي ب2 تساوي 2 سم. خلاص اقول له اذا محيط المثلث ميم د هاء
نجمع الأضلاع كلها 2 و6 و3. 2 زائد 6 زائد 3، 2 و6 8، 8 و3 11 سنتيمتر. ولا سؤال مقالي أو أكمل أو اختياري من الأربع امتحانات مش مهمين. ال 24 سؤال مقالي مهمين كلهم بنفس اهتمام أي واحدة فيهم. يعني لازم تذاكر ال 24 دول زي اسمك بالظبط. وطبعا الاكمل والاختياري بعد ما تطمن ان انت ذاكرتهم خالص وفهمهم وبتعرف تحلهم لوحدك، انقل بقى يا اما على الملزمه يا اما على طبعا اللي محتاج حفظ بتحفظه اللي هو الاكمل والاختياري. في حاجات محتاجه حفظ بتحفظها. بعد كده تنقل بقى على ايه؟ يا اما تكمل مذاكره من الملزمه بتاعت المراجعه النهائيه اللي انا بعتها لك، يا اما هتكمل مذاكره منين؟ من حل امتحانات كتاب المعاصر اللي هي في كراسه المعاصر. طبعا حل امتحانات انا مش حللها، انا مسحت الفيديوهات اللي على قناه اليوتيوب، هنزل بقى الفيديو ده اول فيديو فيها. المهم حل امتحانات هتلاقي الحل موجود ورق لو انت عاوز ورق عشان ما تضيعش وقتك في الفيديو. هتلاقيه موجود على ايه؟ موجود برضو على تليجرام، مكتوب موجود. انا باعت لك ايه؟ ملزمه المراجعه النهائيه، وبعت لك اهم اربع امتحانات متوقعه هندسه اللي هي دي ورق، وبعت لك ايه؟ حل امتحانات المحافظات. فاحنا هنبدا مستر بدول. ممكن. ثانيه يا ماما ما تتكلميش. هنبدا بدول. بعد ما نخلص دول هنبدا بقى اللي يعجبك بقى، يا عاكم ملزمه يا حل الامتحانات. الافضل حل الامتحانات، ده الافضل يعني. تمام طيب. نعم يا دكتوره اتفضلي. لو انت هو انا ناسي ممكن حاجات في بس. المنهج وبتتلخبط، لا ابدا بالملزمه عادي. هو اعتقد يعني ان شاء الله حل الامتحانات ده هيفهمك كل حاجه. نعم يا دكتور، وابعت لكم الفيديو ده ان شاء الله. نعم. بقول هو ممكن بس تبعت بس الامتحانات تاني عشان انا مش عارفه هما فين. هبعت كل حاجه تاني على جروب التليجرام. همسح لكم كل اللي على جروب التليجرام بتاع المراجعه وابعت لكم دول بس. ليه؟ هو هبعت في لكم. حاجات مهمه. المهم هنيجي للامتحان. نعم يا دكتور، رافع ايدك اتفضل. مستر هو مش هنحل هندسة تاني دي آخر مرة؟ احتمال كبير بنسبه كبيره. انت حل مع نفسك في بقى. جبر في جبر لا تاني؟ الجبر برضه هعمل مراجعه زي كده خلاص. تمام. المهم امتحان رقم 4. مثلث ألف باء ج فيه قياس زائد باء أكبر من قياس زائد ج. قياس زائد باء اللي هي صادها ألف ج، وقياس زائد ج اللي هي صادها ألف باء. يبقى أنت ألف ج أكبر من ألف باء بس، خلصت يعني. تمام طيب. مجموع قياس زائد يا جماعة حضرتك قلنا 360 وهتنسى تختار 306 عشان تحول. طول ضلعين في مثلث متصل ساكن 3 و8، قلت لك خد الكبير. أول ما يقول لك مثلث متصل ساكن أعطيك ضلعين وعاوز الضلع التالت خد الكبير يبقى 8 وأنت مغمض. مثلث ألف باء ج فيه قياس زائد ألف ب 50 وقياس زائد باء، فإن عدد محاور تماثلهم لازم أجيب الزاوية التالتة. قياس زائد ج هتساوي 180 ناقص 50 زائد 60 هتساوي كام؟ 50 و60 110 يبقى 70 درجة. ده كده أصبح مختلف الأضلاع، واحنا اتفقنا إن عدد محاور مختلف الأضلاع كام؟ صفر. نقطة تكامل مساوية واحد على اتنين من جهة القاعدة، وهتنسى تختار واحد على أربعة. المثلث ده بيطابق ده قياس زاوية صاد، قصادها مين؟ قصادها باء، يبقى صاد قد الباء. خلاص طيب. المثلث ألف باء ج متساوي الساقين في قياس زاوية باء ب 100 درجة، فإن قياس زاوية ألف هو متساوي الساقين الباء ب 100. طب كده يعني الألف ب 100، المثلث كله 180 يبقى الزاوية زاوية 100 يعني. المثلث كله 180 بالعقل كده. كده بقى دي زاوية الرأس، يبقى أنا عشان أجيب زاوية من زوايا القاعدة هقول له 180 ناقص 100 على الاثنين تساوي 40 درجة بس. خلاص زاوية القياس 110 تكمل، فلك تكمل اطرح من 180، ف 180 ناقص 110 70 درجة. زاوية القاعدة في المثلث المتساوي الساقين متطابقتان أو لسه قايلينها متساويتان في القياس زي ما عجبك. المهم اللي بعده منصف زاوية رأس في المثلث المتساوي الساقين النصف في القاعدة ويكون عمودي عليها. تتحفظ 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 تتحفظ. موجودة في الملزمة الثلاث نتائج ورا بعض أو جنب بعض. إذا اختلف طول الضلعين في المثلث فاكبرهما في طول تقابله زاوية أكبر في القياس. تتحفظ برضه زاوية أكبر في القياس. نبدأ بقى البرهان، برضه دي جت النهاردة على فكرة. يعني هو جاب لها دي وجاب لها التانية اللي هي بتاعت التوازي كانت التانية الحلة دي. المهم اللي بعده ده الهاء بتوازي ج ألف، ده الهاء بتوازي ج ألف. قياس ده ب 55 درجة. اثبت أن ألف باء ده بيساوي باء ج. ألف باء بيساوي باء ج، لازم أجيب الزاويتين دول. طيب أولا ده الهاء بيوازي ج ألف، يبقى الزاوية دي ب 55 يبقى دي زاوية ب 55. ونبقى قلنا ده الهاء يوازي الجيم ألف، إذا قياس زاوية د تساوي قياس زاوية ألف تساوي 55 درجة بالتبادل. حلو حلو. وزاوية د باء ألف زاوية د باء ألف مستقيمة 180 درجة. قلنا قياس زاوية د باء ألف
تساوي 180 درجة مستقيمة. إذا قياس زاوية ألف باء جيم، ألف باء جيم تساوي 180 ناقص 100 تساوي 80 درجة. يبقى دي بكام؟ ب80. حل مجموع الزوايا داخل المثلث 180 درجة، بما إن مجموع الزوايا داخل المثلث بتساوي 180 درجة. أقول له إذا قياس زاوية جيم 180 ناقص 55 زائد 80 هتساوي كام؟ أكيد 55 درجة يعني. هي المفروض فيها غلطة، المفروض دي دي 110. معلش معلش، دي 110. لما حد قال لي حاجة، انتوا قاعدين حول ولا ايه؟ انا مش عارف ازاي شفتها كده. هي ب70 كده. انا برضه بقول في حاجة غلط. هي 180 ناقص 55 زائد 70 تساوي 55 درجة. يبقى دي بكام؟ ب55. هو عايز من ألف باء، ده باء جيم اهو. ايه العبط ده؟ ده ألف باء وباء جيم. أنا شفت ده باء جيم. معلش معلش، غلطة عندي في الأول. ده باء جيم اهو. يبقى الزاوية دي قد دي. أقول له معانا قياس زاوية جيم، تمام، بتساوي قياس زاوية ألف. خلاص أقول له إذا ألف باء يساوي باء ج. أنا كنت أجيبها أصلا من حاجة من الزاوية الخارجة. أقول له الزاوية الخارجة يبقى دي بتساوي دي زائد دي، يبقى دي بتساوي 55 على طول. بس مش مشكلة، ما خدتش بالي أصلا إن هم دول الضلعين. المهم، في مشكلة؟ تمام. في حد مش فاهم؟ طب أنا هقفل الشات علشان بس كده. قفلت الشات. يلا إيه اللي بعده؟ قول لي اثبت أن ألف د ج دي أكبر من دي. يا حبيبي بص في المثلث ده، ده ضلع 8 قصاد الزاوية دي أكيد أكبر من دي، يعني عشان ده 5. فهمنا؟ بقول له في المثلث. بص يا عم، انا عندي فكره حلوه. انا عندي فكره حلوه. فكره حلوه. سمي دي واحد ودي اتنين. حلو. في المثلث الف باء د، بما ان الف باء اكبر من الف د، اذا قياس زاويه واحد اكبر من قياس زاويه اتنين. حلو. حلو. يبقى زاويه واحد اكبر من اتنين. حلو حلو. في المثلث باء ج د، بما ان باء ج اكبر من ج د، باء ج اكبر من ج د، يبقى الزاويه اللي قصاد ده اللي هي 3 اكبر من الزاويه اللي قصاد ده اللي هي 4. زاويه 3 اكبر من 4. اذا قياس زاويه 3 اكبر من قياس زاويه 4. لو هتعملها في الامتحان ارسم، مش هتعملها ما ترسمش. اتفقنا؟ بس عشان ايه؟ ما عشان الدماغ بس بتاعكم، انا عارف. المهم، جبت كده كده عندك الواحد اكبر من 2 والثلاثة اكبر من 4، يبقى واحد وثلاثة اكبر من 2 و4. عشان بس ما تتلخبطوش في التسمية، عشان بس ما تتلخبطوش في التسمية. آه ممكن تقول مثلا دي واحد دي اتنين، ماشي مش مشكلة. من واحد واتنين، إذا أو بجمع واحد واتنين. بجمع. جامعة. خلاص. بجمع واحد واتنين، إذا قياس زاوية اللي هي دي بقى كلها ألف د ج، ألف د ج أكبر من قياس زاوية ألف د ج. سهلة كده أهي. خلاص. يبقى الضلع ده اكبر يبقى الضلع ده اكبر من ده، يبقى زاويه واحد اكبر من اتنين، وده اكبر من ده، يبقى زاويه تلاته اكبر من اربعه. جمعت واحد وثلاثه اللي هم الكبار اكبر من اتنين واربعه اللي هم الصغير. خلاص تمام. طيب تعال اللي بعده علشان الناس عاوزة تروح تذاكر. السؤال ده اتكرر، عاوز باء ج د، بس كانت دي 40. المهم، اه عاوز باء ج د، هتجيب دي الاول وبعدين دي. طبعا المثلث كله 180، فهتقول 180 ناقص 50 على الاثنين، يبقى دي كام؟ يبقى دي 65. دي 65. وده مثلث متصل اضلاع، يبقى دي 60 ودي 60 ودي 60، يبقى دي كام؟ 125. هنحل بقى ازاي؟ تعال نشوف. اقول له في المثلث الف باء ج، ان الف باء بتساوي الف ج، اذا قياس زاويه الف باء ج فتح بقى تقفله بتساوي قياس زاويه، يبقى دي قد دي. تساوي قياس زاويه الف ج باء هتساوي 180 ناقص 50 على الاتنين بتساوي 65 درجه، يبقى دي 65. حلو حلو. بما ان المثلث ده متصل اضلاع، بما ان المثلث الف ج د متساوي على الاضلاع، اذا كل زاويه بداخله تساوي 60 درجه. إذا قياس زاوية ألف ج دي ب60 درجة. ألف ج د
بتساوي 60 درجة. طبعا هي كل زاوية في 60، جيب 60 ودي ب 60، المهم انا عاوز دي كلها. فاقول له كده اذا قياس زاوية باء ج د، باء ج د بتساوي 65 زائد 60 بتساوي 125 درجة، وفينش المسألة. تمام. طيب اللي بعده، عاوز محيط المثلث ألف باء د. احنا زي المثال ده حليناه كتير بس ده 10. المهم هتقول فيه المثلث ألف باء ج، بما أن قياس زاوية باء تساوي 90 درجة، باء ب 90 درجة، وعندك باء د متوسط، إذا باء د تساوي نص الألف ج نص الوتر، تساوي 5 سم. دي ب5. بما أن قياس زاوية ج تساوي 30 درجة، إذا إذا ألف باء اللي هو المقابل ل 30 نص الوتر، إذا ألف باء بتساوي نص ألف ج، تساوي 5 سم. ركز يا دكتور وما تنامش. بما إن ده في النص اوعى حد ينام. بما إن د منتصف ألف ج، إذا ألف د بتساوي د ج بتساوي 5 سم. 5 و5 ودي 5 أصلا، يبقى محيط المثلث ألف باء د. أقول له إذا محيط المثلث ألف باء د بتساوي كام؟ 5 زائد 5 زائد 5 تساوي 15 سنتيمتر. ركز يا دكتور، ولا سؤال في دول مش مهم، كلهم مهمين جدا 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 جدا. خلاص طيب. وفي أسئلة في الملزمة برضه إيه؟ حاجة اللي ما حلناهاش اللي هتلاقيها في الملزمة إن شاء الله. بس المهم الامتحانات يعني تذاكر دول تاني، تذاكرهم تاني لو انت خلاص ذاكر، لو انت متاكد ان انت فاهمهم مليون في الميه خلاص ما تذاكرهمش تاني. ابدا بقى ايه، عندك الامتحان بتاعت المعاصر. انت معاك الملزمه بتاعت الامتحانات، حل الامتحان او حل السؤال وتاكد منه ايه في الاجابات اللي عندك على اللي انا بعتها على التليجرام وابعتها لكم على الواتس. المهم المسلسل يبقى انت هتذاكر بالترتيب. اسمها ايه الامتحانات دي، وبعدين الامتحانات المحلوله، وبعدين الملزمه خليها بقى في الاخر. انا بعت لكم بالترتيب كده. تمام. وهبعت لكم اخر حاجه بقى الفيديو ده. ولو عاوزين فيديو حل المحافظات قولوا لي، في مستر على اليوتيوب بيشرح كويس جدا المحافظات هبعته لكم. المهم المثلث ده، رياضيات صح؟ امال يعني انجليزي؟ ايه اللي ما هو لا اكيد لا، الرياضه. ايه بس اسكت، في المايك، مش في قصدي. المايك. رتب اطوال اضلاع المثلث تصاعديا من الصغير للكبير، لازم اجيب الزاويه الثالثه. نقول بما ان مجموع قياسات الزوايا الداخليه للمثلث بتساوي 180 درجه، اقول له اذا قياس الزاويه اللي ناقصه اللي هي الف، هو حتى بيقول لي وجه قياس الف، حتى لو ما قاليش لازم اجيبها. 180 ناقص 70 زائد 45، 70 و45 115، يبقى التاني 65 درجة. هو اللي بما أن هو عاوز تصاعدين من الصغر للكبير، يبقى قياس زاوية ج أصغر حاجة، أصغر من قياس زاوية ألف بعديها، أصغر من قياس زاوية ج اللي هي ب70. إيه ده؟ هو ج ب45 وباء، ده ج هنا ب45، أصغر من ألف أصغر من باء. إيه العبط ده؟ باء الأحول أصغر من باء. المهم أجيب بقى الأضلاع، لازم قلت لك لما يقول لك رتب زوايا لازم ترتب الأضلاع. هقول له إذا قياس زاوية ج يبقى ألف باء أكبر من أصغر معلش، أصغر من قياس زاوية ألف يبقى باء ج، أصغر من قياس زاوية باء يبقى ألف ج. بس كده. خلاص تمام تمام. نعم يا دكتورة أو يا دكتور. مستر هو آه اللي هو الأضلاع عادي نعمل شرطة في الأضلاع ولا مش لازم؟ لا ما ينفعش أصلا. مش لا هي صح؟ ما ينفعش لا، تمام. ولا في اليساوي ينفع. تمام. السؤال الأخير ده سؤال مهم جدا جدا جدا. نعم يا دكتورة اتفضلي. هو داخل امتحان صح؟ اه يوسف كويس. ماشي. ماشي خليك على شوية. اثبت أن قياس الزاوية دي 90 درجة. عشان اثبت ان الزاوية دي 90 لازم طول لازم ده المتوسط ده الخارج من رأسها يساوي نص ده. طب ازاي بقى؟ تعال نشوف اللي هي بتاع عكس بتاعة المتوسط. في المثلث ألف باء ج، في المثلث ألف باء ج. حلو حلو. معنى قياس زاوية باء 90 درجة، معنى قياس زاوية باء تساوي 90 درجة، وقياس زاوية ألف ج باء ب 30 درجة، وقياس زاوية ألف ج باء تساوي 30 درجة، يبقى الألف باء نص ألف ج. إذا ألف باء يساوي نص ألف ج. كده الألف باء نص ألف ج، الألف ج ب 10 سم. إذا الألف ج بيساوي كام؟ بيساوي 10 إيه؟ بيساوي 10 سم. الألف ج ب 10. حلو. في المثلث ألف د ج، ألف د ج
بما ان ركز معايا، بما ان ادالها متوسط، حلو قوي، حلو قوي، وادالها بيساوي نص الف ج، خلاص يبقى زائد 90، خلصت. اذا قياس زاويه الف د ج تساوي 90 درجه، لان الاساسي بتاعنا ان طالما زاويه 90 فده نص ده، انت جبت بقى ان ده نص ده اصلا وده متوسط، خلاص يبقى زاويه 90. نعم يا دكتور، يلا رفع ايدك اتفضل. ممكن مستر ممكن تعيد المسألة دي؟ يا ماما، مش ده مثلث في زاويه 90 اه. وفي زاويه 30، مش الضلع المقابل لل 30 نص الوتر اللي هو نص الالف ج؟ اه. طب الضلع المقابل لل 30 مش هو 5؟ يبقى الالف ج بكام؟ ب 10. تمام. حلو حلو. طب مش المثلث ده مش ده متوسط اه. وبيساوي نص النص ده؟ اه. يبقى سالب 90. في المثلث تمام. القائم الزاويه اللي هو طول، لو بيقول لك ايه، طول الضلع، بيقول لك طول الضلع المرسوم من رأس مثلث بيساوي نص طول الضلع، طول المتوسط المرسوم من رأس مثلث بيساوي نص طول الضلع المقابل لهذه الرأس، إذا هذه الرأس تكون قائمة. هجيلك في الامتحان أكمل أو اختياري، خليك عارفها. تمام. خلاص تمام. نعم يا دكتور مستر، اتفضل. ما ناخد استراحة 5 دقايق يا مستر. احنا أصلا زهقنا. خلصنا، مش هناخد استراحة، احنا خلصنا. تمام. تم بحمد الله. آه مراجعة هندسة. انتهاء، ما تتكلمش، مراجعة ليلة الامتحان هندسة تانية إعدادي ترم أول. المهم بقى هنذاكر إيه بالتفصيل؟ أول حاجة الامتحانات المتوقعة، الأربع امتحانات متوقعة. تاني حاجة حل امتحانات المعاصر. تالت حاجة الملزمة، علشان لو ناسي حاجة. خلاص تمام. طيب يبقى أول حاجة نذاكر أربع امتحانات متوقعة، بعدين حل امتحانات المعاصر وبعت لك الإجابة علشان تحل وتتأكد من الإجابة. طب يا مستر لو أنا بحل وبتأكد من الإجابة وأنا مش فاهم الإجابة، أبعت لمين؟ ابعت لي أنا بس، وإن شاء الله تدخل بالامتحان سهل عليك بإذن الله. وأشوفكم على خير بقى، مش أشوفكم الترم التاني عشان في ناس لسه ما خلصتش. اليوم عايز بعد كده. تمام. تمام. خلاص. هقفل الريكورد، بس اي حد عنده اي سؤال في الشرح او في المسائل يرفع ايده، اي سؤال في كده غير كده لا ينزل ايده دلوقتي. نعم يا دكتور اللي رفع ايدك اتفضلي. نعم يا دكتور اتفضل رفع ايده. هو أنا قولي. ما- الس- قولي ماشي. انت، قولي انت. خلاص هخليه يقول عادي. قولي انت. لا خلاص خلاص. هقول انا. إيه؟ مستر، يلا. السؤال باء في الخامس يا مستر، ده ماله؟ بنفس الارقام، بنفس كل حاجه كان في الملزمه في الواجب، طب نفس كل الحمد حاجه. طب الحمد لله. ها، ايه تاني؟ أنا نعم يا كنت دكتور. أنا كنت بقول إن أنا مثلا حل يعني فاهمة إن الأربع امتحانات متوقعة وحلة في الكتاب المعاصر مخلصاه جبر وهندسة، وفي الملزمة اللي هي اللي حضرتك كنت بعتها حلنا. أنا المفروض أعمل إيه ولسه امتحاني يوم الخميس الجاي اللي بعد الجاي؟ ايه راجعي، راجع في حلي إيه؟ امتحانات ما المعاصر تاني، خلاص أعمل إيه حلي امتحانات تاني؟ المعاصر ما تاني، حليها تاني. حليتهم هبعت لك كلهم انا ما امتحانات فيش. تحليها. اتفقنا. ليه؟ هبعت لك نماذج تاني تحليها، نماذج كتاب مدرسه وامتحانات. خلاص بعتنا تمام، كلنا يا محدش مستر. يتكلم. خلاص تمام. ماشي تمام. المهم نقفل الريكورد على كده. اي حد يقف مع اي سؤال وهو بيحل يبعت لي. اهم حاجه ما تنساش الاربع امتحانات، حل امتحانات المعاصر، الملزمه في الاخر وانت ماشي ليه. لو ناسي حاجه، لو ناسي حاجه بص في الملزمه، مش ناسي خلاص. بس برضه لازم تاخد عليها نظره سريعه كده في الملزمه، لازم تاخد نظره سريعه في ايه في الملزمه، علشان يعني لو ناسي حاجه، ناسي قانون، ناسي حاجه تفتكرها لازم. تمام. هقفل الريكورد